عارف انت لما بتبقى قاعد مع حد ونفسك تفتح كلام بس مفيش كلام بيطلع، او لما مامتك تسيبك مع الضيوف وتقعدي بقى تبصي لهم وتحركي راسك وتقولي منورين فيبتسموا برضه ويحركوا راسهم. كتاب The Science of Effective Communication قال لنا على طريقه نعرف نفتح بيها الكلام مع اللي قدامنا، والطريقه دي هي طريقه فورد فاميلي، يعني العيله. اتكلموا عن العيله. عارف ان اخويا عنده بالظبط زي القميص ده، اصله مجنون هدوم. وابتدي بقى احكي عن اخوك شويه شويه، هتلاقيه بقى اتحمس وحكالك عن القميص وجابه ازاي وبكام، واحتمال يحكي لك عن باقي الدولاب. اوكيبيشن يعني وظيفه. اتكلموا عن الشغل. انت بتشتغل ايه؟ الله دي شغلانه حلوه قوي. انت عارف بنت خالتي بتشتغل نفس الشغلانه. وابداوا بقى كلام. ريكرييشن اللي هو الترفيه والهوايات، يعني بتحب تعمل ايه في وقتك الفاضي؟ او مثلا لو شفت صوره حلوه قول له الله الصوره حلوه قوي، اصل انا اصلا بصور. واحكي له بقى عن هواياتك وهو هيحكي لك، وهكذا. دي دريمز يعني الاحلام، يعني تتكلم مع اللي قدامك عن احلامه. يعني لو انت عارفها اصلا وعارف انها بتحب حاجه معينه، افتح الموضوع. هي بتطبخ حلو، اسالها ما فكرتيش تفتحي مطعم مثلا؟ هتتحمس بقى وتحكي لك احلامها وامانيها. ولو انت مش عارف اهتماماتها، اتكلم انت عن حلم عندك وشاركها فيه وخد رايها، وشويه والكلام هيجيب بعضه وتحكي لك هي كمان بتحلم بايه. عمركم اتحطيتوا في الموقف ده وما بقيتوش عارفين تقولوا ايه؟ احكولي في الكومنت.